إذا الشوط الرابع للبكار، المفاريد يحضرن على الستارت. هذه الأسماء التي تبحث عن النقطة في ميدان الحورة محافظة أملج بمهرجان ذلول الوطن، الذلول الغالية على قلوب الجميع، ألا وهي بسم الله عليك المملوكة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى ورعاه من كل سوء ومكروه. مقدمة الشوط، صدارة الشوط، المركز الأول الدوحة على الانطلاق الأول عبد العزيز بن ممدوح البلوي من يقدم لنا الدوحة، لكن من غيرت في هذه اللحظات، من انطلقت بشعار عبد المجيد بن جزة الجاني قادم مع الغربية، بينما ثاني الأسماء وصلت مشهورة مع الانطلاق الثاني مقبل بن محمود الجاني، بينما ثالث الأسماء الوصول من شعار يبدو لي حسب واقع هذا الشعار شعار بوسيف، لكن أرى مغير على كان ثالث الأسماء الفتلة فهد بن حماد الجاني، لكن الدخول يا باي من الغادمة المدينة هي الغادمة، ضيف الله بن أحمد الجاني غادم من عمق هذه الأسماء حتى وصل إلى المركز الثاني. ثالث الأسماء خير والشيخ لاهر بن صبيان الجاني، لكن مشهورة مع الانطلاق الأول، أبناء الحارة مع الانطلاق الأول مشهورة والمدينة وخيره والغادمة خداعة سليمان بن سلامة الحويطي، والغادمة الحرة عودة بن محمد الحويطي، وأيضا الأسماء الخطيرة غادمة داخل في الخمس المراكز الأولى، لكن المدينة واللحظات الأخيرة المثيرة الخطيرة، المدينة وابناء ميدان الحارة، لكن الحرة والمدينة، لكن المدينة مع ابو فيصل تهانينا والناموس لضيف الله بن احمد الجاني على فوز المدينة وتحقيقها هذا الناموس الغالي. بينما ثاني الاسماء وصلت الحرة عودة بن محمد الحويطي، ثالث الاسماء الوصول من شعار مقبل بن محمود الجاني، ورابعا وخامسا عند لجنة الخط والتحكيم تانينا والناموس لضيف الله بن احمد الجاني على هذا الفوز والانتصار في ميدان الحورة بمحافظة أملج.